يا صباح الخير عليكم وأهلًا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة أساسيات التسويق. درسنا النهارده إن شاء الله هيكون على SWOT analysis أو تحليل SWOT. يمكن يكون الناس اللي شغالين في مجال التسويق بيكونوا بيتعاملوا مع المصطلح ده بشكل كبير، ولكن كمان النهارده لو أنت كنت شغال في التسويق أو لو أنت حتى حد مبتدئ، تعالَ ناخد تفسير إيه هو تحليل SWOT وإزاي هو جزء من الاستراتيجية التسويقية لو أنت بتبني استراتيجية تسويقية أو لو أنت حتى عندك مشروع ناشئ أو حتى مشروع قائم، إزاي تخلّي الSWOT analysis ده يضبّط الاستراتيجية بتاعتك وتبقى ماشي على الtrack الصح في الbusiness بتاعك. فخلّينا كده نبتدي واحدة، واحدة نفسّر إيه هو SWOT analysis. زي ما أنا قُلت لك إن SWOT analysis ده لو أنت جاي بتعمل استراتيجية تسويقية أو plan، يعني بتعمل خطة سواء على المدى الطويل أو على المدى القصير، يعني خطة طويلة الأجل أو خطة قصيرة الأجل، فأنت لازم تعمل حاجة اسمها situational analysis أو تحليل الوضع الحالي، سواء بقى للمؤسسة، سواء لإدارة، سواء حتى لنفسك، سواء لشغل أنت جاي تشتغله، فدي حاجة مش بتُطبّق على الbusiness بس. يعني الSWOT analysis ده أنت حاجة ممكن تطبّقها في حياتك، يعني أنت مثلًا عايز تعمل career shift، فأنت محتاج تقعد مع نفسك فتشوف إيه مثلًا نقاط القوة اللي عندي، إيه نقاط الضعف، إيه الفُرَص اللي عندي، إيه التهديدات اللي ممكن تقابلني لو أنا عملت الcareer shift ده. فدي يعني ده نموذج بيتطبّق على كذا حاجة، بس إحنا هندرسه النهارده من منظور التسويقي. فإحنا لمّا بنيجي يتطلب مننا نعمل strategy أو بنعمل plan، فبنعمل حاجة اسمها situational analysis أو تحليل الوضع الراهن أو تحليل الوضع الحالي. بيبقى فيه جزء من الأدوات أو من التحاليل اللي إحنا بنستخدمها زي مثلًا البستال، البورتر 5 forces، وفي حاجات كتير، فبس من ضمنها ويمكن دي أقوى حاجة بتعتمد عليها الخطة التسويقية أو الاستراتيجية التسويقية، إن أنت تعمل تحليل SWOT. فإحنا لو مسكنا أول حاجة حرف الS ده معناه الstrengths أو نقاط القوة اللي عندي، يعني إيه اللي بيميزني لو إحنا بنتكلم على منشأة وبنتكلم مثلًا الشركة أو المؤسسة اللي إحنا موجودين فيها. الweaknesses دي نقاط الضعف أو نقاط الحاجات اللي هي محتاجين إن إحنا نشتغل عليها في الشركة وتبقى أقوى. الopportunities دي يعني الفُرَص اللي موجودة قدّام الشركة أو المؤسسة علشان تعمل growth أو علشان تنمو وعلشان إيه، تبقى في مرحلة متطورة من الbusiness وتقدر تنافس في السوق. لو جينا للthreats ودي التهديدات، يعني التهديدات دي بتبقى عوامل خارجية بتأثّر على المؤسسة وبتأثّر على الأداء المؤسسي وممكن اللي هي بتكون عامل خطر. فإحنا لو جينا بصّينا كده للmatrix ده أو بصّينا للشكل الSWOT كده، فإحنا عندنا الstrengths والweaknesses دي عوامل داخلية، ولو جينا بصّينا للopportunities والthreats دي عوامل خارجية، يعني دي إحنا مش بنقدر نتحكّم فيها. إنما الS والW اللي هي الstrengths والweaknesses دي عوامل internal إحنا بنقدر نتحكم فيها. وهنبتدي دلوقتي نشرح كل عامل من العوامل اللي موجودة في SWOT analysis ونفسّرها إزاي كمان نتعامل معاها داخل المؤسسات والشركات. فلو جينا لأول حاجة اللي هي الstrengths اللي هو حرف الS اللي هي نقاط القوة، هنا لازم كمؤسسة أو كشركة أنت بتسأل نفسك سؤال، إيه اللي بيميزني عن أي حد تاني؟ ولازم هنا تبقى صريح في الإجابة، يعني فعلًا إن ده تبقى مصادر قوة ليك، يعني حاجة فعلًا بتبقى بتميزك، حاجة بتقدر تقوّم الbusiness بتاعك. فلو جينا مثلًا إن إحنا عندنا إدارات كتير، لو أنا عندي إدارة تسويق كويسة، لو أنا عندي إدارة اللي هي الR&D البحث والتطوير، اللي هي الresearch والdevelopment، لو أنا عندي إدارة بتقدر تطوّر على طول من الformulas مثلًا بتاعة المنتج بتاعي، من الingredients مثلًا لو أنا بابيع شامبو أو حاجة دايمًا بتبُص في التركيبة بتاعة الشامبو إن هو يبقى جديد، بتعمل لي تركيبات مختلفة، بتعمل حاجات متخصصة على طول up to date مع اللي بيحصل في الأسواق العالمية، دي نقطة قوة عندي. لو أنا عندي مثلًا إدارة HR إن حد بيعرف يعمل head
hunting يجيب لي كفاءات ويجيب لي ناس تقدر تقوّم الbusiness بتاعي. لو أنا عندي مثلًا إدارة حسابات، وإدارة الحسابات مش اللي أنا بس يعني 1، 1، 2 لأ، اللي هي مثلًا إدارة بتحصّل من العُملا كويس، يعني أنا إيه فايدة اللي أنا عمّالة أبيع، أبيع وأنا مش باحصّل فلوسي؟ فلو عندي إدارة حسابات قوية أقدر أعتمد عليها، بتقدر تخلّي العُملا يسدّدوا في مواعيدهم، بتحصّل لي الفلوس، بيبقى تقدر تتحكّم في الcash flow، بتقدر إن هي تستثمر حتى لو أنا عندي cash عندي مش محطوط جنبي والّا مركون في بنك بنسبة interest بنسبة فايدة، وزي ما إحنا شايفين في الوضع الحالي حابة تبقى عالية، حابة تبقى منخفضة، فلو هي قادرة إن هي تحط الكاش في حتة يقدر تدخّل منها كمان عائد، مش بس إن هي بتخلّي الفلوس عندها من غير ما تستفيد بيها، فدي تبقى نقاط قوة للشركة. ففي نقاط قوة كتير، بس أنا لازم أبقى honest فيها وأبقى عارف إن دي فعلًا نقاط قوة هي بتقوّم المؤسسة وفعلًا بتتحسب عليَّ من نقاط القوة. فلازم وأنا باحدد الstrengths أكون فيها honest، وما ابقاش برضه اللي أنا آخدها من حتّة بايت شوية أو أبقى متحيّز شوية لآرائي، لأ اللي أنا ممكن أشرِك كل الteam معايا ونعمل brainstorming وإحنا بنعمل الSWOT analysis بقى، سواء كنا من إدارة التسويق أو من إدارة الHR أو من إدارات مختلفة هي اللي بتقوم بعمل الSWOT، بس طبعًا الاستراتيجية التسويقية هي بتطلع من إدارة التسويق، بس أنا باتكلّم على وأنا باعمل الSWOT لازم أبقى حتى لو أنا من إدارة التسويق، لازم أبقى آخد overview عن الشركة كاملة، وoverview فيه credibility فيه مصداقية، يعني مش بيقول كلام وبس، ده بfigures بأرقام حقيقية، مش اللي أنا مثلًا أحسن قسم حسابات، طب إيه الproofs على اللي أنت بتقوله، إيه الحاجات اللي تثبت فعليًا إن أنت أحسن قسم في الشركة، أو اللي أنت فعلًا من نقاط قوة الشركة، لازم بيبقى عندك لأ، عندك evidence أو عندك دلائل للي أنت ده نقطة قوة في الشركة، فعلشان كده من المُفضّل إن هي بتبقى مع إدارات الشركة المختلفة، بيبقى مع الإدارة العُليا وبيبقوا عاملين brainstorming ويبتدوا يعملوا مع بعض الSWOT analysis. فإحنا أخدنا أول جزء اللي هي نقاط القوة. نيجي بقى على النقطة التانية وهي الweaknesses أو نقاط الضعف. نقاط الضعف دي برضه نوع من الfactors الداخلية، دي حاجة internal دي أنا باقدر أتحكم فيها، ودي بتبقى عوامل داخلية بتعتبر من الحاجات اللي بتعيق الشركة إنها يحصل لها growth. يعني زي مثلًا إن أنا ما عنديش budget كفاية إن أنا أصرف على إعلانات تسويقية. مثلًا عندي الsupply chain عندي اللي هي سلسلة الإمداد والتوريد يعني في الشركة، هي مش أفضل حاجة، يعني هي مش أحسن حاجة. عندي مشكلة مثلًا إن أنا ما عنديش online presence يعني مش موجود online بكتير، أو عندي مثلًا منصة واحدة وأنا مش مدّيها أهمية ومش بinvest فيها، سواء بقى حتى organic content أو حتى paid content. عندي حاجة تانية برضه ممكن تبقى حاجة داخلية، اللي أنا تكلفة الإنتاج عندي بس لمّا تبقى التكلفة مش متأثّرة بسعر الدولار، أنا مش معلّي سعري مثلًا عشان حاجة عامل خارجي، لأ أنا باتكلّم مثلًا على إن أنا باهدّر مثلًا في موارد داخلية، إن الهدر عندي كتير، إن خط الإنتاج، إن مثلًا كفاءتهم مش أحسن حاجة، وده طبعًا برضه بيبقى عيب في الإدارة، فدي بتبقى حاجات بتبقى داخلية، عوامل داخلية أنا باقدر أتحكّم فيها، بس هي برضه بتشكِّل عليَّ عائق وبتشكِّل عليَّ خطر في اللي أنا أنمو، فده كده باختصار الحرف الW اللي هو الweaknesses أو نقاط الضعف. برضه لو اتنقلنا للنقطة اللي بعد كده اللي هي الopportunities أو اللي هي الفُرَص، دي يعني external factor أو عنصر خارجي للنمو، ده يعني بتبقى حاجة أنا لو اللي أنا يعني استغلّيتها أقدر اللي أنا أحقق growth وأقدر أنمو بالbusiness بتاعي. طَب زي إيه مثلًا حتّة الopportunities أو حتّة الفُرَص اللي بتتوفّر للمشاريع وللشركات، من ضمنها مثلًا إن دي بقى بتبقى عوامل خارجية زي ما إحنا قُلنا، بس ممكن مثلًا تسهيلات بتعملها الدولة في حتّة إن هي تصدّر، لو أنت مثلًا عندك products وعايز تصدّرها،
إن مثلًا انخفاض تكلفة التصدير، مثلًا هي الدولة عملت قانون مثلًا فرضًا إن هي بتسهّل عليك اللي أنت تصدّر وما حطّتش بقى barriers وما حطّتش عوائق اللي أنت تقدر تصدّر للخارج بمنتهى الأريحية، فدي تعتبر فرصة أنت لازم تستغلّها. مثلًا فرصة كمان إن هي إن في بعض المؤسسات بتقدر تموِّل المشاريع الصغيرة، فلو أنت عندك فكرة مثلًا لمشروع بس ما عندكش تمويل كفاية، فدي تعتبر فرصة ليك إن أنت تقدر تاخد التسهيلات اللي بتقدّمها المؤسسات دي، وتقدر تبني شركة وتقدر تنفّذ المشروع بتاعك. في فرص كمان من الحاجات الخارجية إن مثلًا إن في تغيُّر في سلوك المستهلكين خاصةً بعد الكورونا، إحنا لقينا إن الناس بتروح للحتّة الأونلاين واللي هي بقت في أريحية كده في التعامل مع الأونلاين مش زي الأول مثلًا قبل الكورونا والناس بتحب لأ تروح الphysical store تمسك الحاجة بإيدها وتشوفها، الكلام ده ما بقاش فيه وقت. والكورونا من كتر القعدة في البيت والناس عمّالة بتبراوز على الإنترنت، وبقى ده سلوك عام للمستهلكين، فهو عايز الحاجة بسرعة وبطريقة سهلة وتنجز معاه وقت، فبقى إن في فرصة إن الناس بقت بتحب تشتري أونلاين، فأنا أعمل لو أنا حد بافكر أعمل business فأنا أعمل لهم e-store وأوفّر عليه المنتجات وأوفّر delivery، فدي تعتبر برضه فرصة، ودي زي ما أنا قُلت لك ده حاجة خارجية أنا مش باتحكم فيها، يعني دي عوامل كلّها أنا ما غيّرتش سلوك المستهلك بنفسي، لأ هو علشان ظروف حصلت، فهو سلوك المستهلك اتغيّر. في برضه حاجات platforms جديدة ابتدت تظهر، في كمان softwares مثلًا خارجية ابتدت إن هي بتسهّل الشغل وبتقلل العمالة، بتقلل التكاليف زي حاجات الAI اللي طالعة، هي مش هتاخد شغلانات حد، بس مثلًا ما دام ما كان في إدارة فيها 20 موظف ومدير ليهم وكل مدير بيديره مدير، فطبعًا كانت في ناس كتير useless وعاملة redundance أو عاملة إن هي في زيادة في العمالة على حجم العمل المطلوب، فدلوقتي بقت الAI ممكن إن الناس بقوا بيعملوا فيه software بتعمل automation إن هي بتدّي الtasks المتكررة لsoftware هو بيعملها، فده بقى بيوفّر وقت كتير للمؤسسات، فدي كمان فرصة خارجية، هي الشركة مش نفسها اللي اخترعت الAI فدي حاجة دي حاجة خارجية والشركة بتستغلها. فزي ما أنا قُلت لك كده إن الفرصة دي بتبقى عامل خارجي، والشركات اللي بتفكّر صح هي اللي بتستغلها علشان تقدر تنمو، وعلشان تقدر to go forward بالbusiness بتاعها. ونيجي بقى لآخر حاجة في الSWOT حرف الT اللي هو الthreats ده برضه عامل خارجي أنا مش باتحكم فيه كشركة، وده بيعتبر من التهديدات أو من الحاجات الحاجة اللي هي لازم أحذر منها كمؤسسة، لإن دي بتأثّر على النمو بتاعتي، وبما إني أنا مش باقدر أتحكم فيها، ولكن يعني لو أنا بادرسها صح أقدر أتعامل معاها، وأقدر أتجنبها، وأقدر ألاقي ليها حلول. فمثلًا من الحاجات اللي بتمثّل للشركة تهديد، زي ما أنا قُلت لك إن الدولة ممكن بتكون اللي هي بتدّي facilities وبتدّي تسهيلات، بس من الناحية التانية أنت مثلًا لمّا تيجي هتستورد حاجة ممكن تكون بتساعدك في التصدير، بس لمّا تيجي هتستورد حاجة بتلاقي إن الحاجات غالية، الfabrics مثلًا أنت واقفة عليك إن أنت لمّا ب ب ب علشان ما فيش مثلًا حاجة مشابهة محلية عشان تيجي ب بت ب بتستوردها بتلاقي إن السعر بتاعها غالي، بتلاقي إن في barriers كتير في حتّة الإجراءات الجمركية والتعامل مع الجمارك والتعامل مع الإدارات الحكومية، بتلاقي الprocess شوية complicated ابتدت الدنيا بعد نافذة يعني نوعًا ما الدنيا بتفتح وإن شاء الله بعد كده الدنيا تبقى أسهل، ولكن ده بيعتبر تهديد يعني لأي business إن هو بقى بتُقف عليه المواد الخام خاصةً لو المنتج بتاعك بيعتمد على حاجات تصنيعها من برّه أو اللي هي يعني مواد خام أنت بتستوردها من برّه، بتعتمد عليها بتمثّل لك تهديد، وطبعًا في fluctuation يعني في السعر وبتأثّر كتير بسعر الدولار، سعر الدولار النهارده زاد فأنت بتزوّد على العميل. سعر الدولار النهارده قَل، فأنت بتقلِّل، وفي ناس طبعًا تُجّار من جشعهم ولا بيقلِّلوا، إن ما بيبقاش فارق معاهم السعر أنت بتجيب المادة الخام بتاعتك سعر عالي، سعر منخفض، هو كده والّا كده معلّي على العُملا، فده كل ده بتعتبر تهديدات خارجية أنت مش بتقدر تتحكّم فيها، زي مثلًا كمان في حاجات اللي هي التغيُّرات الاقتصادية، في تضخُّم، في زيادة في التكاليف، كمان في حاجات بتعتبر تهديدات إن مثلًا الإنترنت والstability بتاعته، أنت ممكن تبقى
تبقى شركة بتقدّم services خاصةً لو أنت مثلًا شغال في الdigital marketing شركة digital marketing agency مثلًا وكالة تسويقية بتتعامل مع دول في الخليج أو دول أوروبية بتعمل لهم services بقى زي إن أنت بتقدّم خدمات الweb بتعمل whatsoever بتعمل applications بتعمل coding بتعمل whatsoever بس كل الخدمات دي لو أنت عندك سرعة الإنترنت في البلد كلّها ضعيفة، أنت بتتأثّر إن أنت في مواعيد التسليم يعني بتأثّر معاك في حاجات كتير، فدي برضه عامل خارجي أنت ما تقدرش تتحكّم فيه، بس تقدر تتعامل معاه، يعني بتقدر تلاقي له حلول. جينا كمان أخدنا مثال عملي كده، لو أنا مثلًا حد عايز يعمل e-store لسه يعني startup لسه ناشئ وعايز أعمل SWOT analysis على الe-store ده، فإحنا بمنتهى البساطة كده لو جينا قعدنا كفريق ونبتدي نحط نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات، فبنلاقي مثلًا إن حاجة في نقاط القوة إن أنا مثلًا لمّا باجي أفتح e-store وأنا عندي مثلًا web development team قوي، عندي فريق marketing قوي، عندي HR بتجيب لي أحسن كفاءات، عندي كل الpoints اللي هي للقوة، حتى في حاجة بتعتبر حاجة internal ليّا، إن أنا الe-store بتاعي ده سريع جدًا، يعني اللي أنا حد بييجي بيbrowse عليه التصفح فيه كويس جدًا، الuser experience فيه حلوة جدًا، فده بيعتبر بالنسبة لي نقاط قوة، وزي ما أنا قُلت لك كده يعني بيكون من المُحبذ إن أنت كإدارة عُليا أو كحد صاحب شركة لسه حتى لو شركة ناشئة، اللي أنت تقعد مع الteam كلّه، ما تقولش نقاط القوة من وجهة نظرك أنت، لأ لازم فعلًا تسمع لكل الناس، لإن أنت ممكن حد يعني يfocus على نقطة دي هتفرق معاك، سواء بقى في فرص، في تهديدات، في نقاط قوة، في أي حاجة. ولو جينا بقى إن إحنا برضه وإحنا بنحلل على مثال بتاع الe-store لو أنت جيت تشوف إيه نقاط الضعف اللي عندك، طبعًا أي شركة ناشئة بيبقى عندها مشكلة في حتة الميزانية، البادجت عندها ما بيبقاش كافي، وخاصةً إن هي حتة التسويق، أنت محتاج علشان تبوم في الأول والناس تعرفك إن أنت تبقى موجود في كل مكان، تشوف الniche اللي أنت شغال عليه تبتدي تخاطبه سواء بقى بإعلانات مدفوعة أو سواء اللي أنت بت بت ب بتبقى موجود في حاجات حتى اللي هي offline في الtraditional marketing بactivities عادية جدًا، بس كل ده بيتطلب ميزانية، فدي ممكن ما تبقاش موجودة عندك، ممكن يكون عندك كمان الturnover عالي، يعني كل ما مثلًا تيجي تعيّن حد graphic designer يمشي، يقعد شهر ييجي له فرصة أحسن مثلًا لبلد عربي أو لبلد أوروبي ويمشي، فبتلاقي إن دي برضه حاجة من نقاط الضعف اللي عندك، إن أنت ما عندكش stability في الموظفين، فأنت لازم هتعيّن حد تاني وهتيجي تشوف مستواه وهتيجي لسه هتدرّبه، فده كل ده بياخد وقت. فده يعتبر من نقاط الضعف. حاجات بقى من الفُرَص اللي هتكون موجودة عندك لو أنت بتعمل e-store لسه جديد، اللي أنت عندك فرصة اللي أنت تظهر واللي أنت تكون موجود ويبقى لك online presence إن سلوك الناس بقت بتروح ناحية إن هي تscroll ناحية الshort videos أو اللي إحنا بنسميها الreels يعني، بتقدر اللي أنت بالreels دي حتى بطريقة مجانية خاصةً على منصة الTikTok المشاهدات فيها عالية جدًا وبتلاقي اللي أنت فرص وصولك لناس حتى لو مش هتدفع فلوس كتير، دي كتير، يعني فرصة كبيرة يعني وبطريقة مجانية. من الحاجات كمان بقى اللي بتعمل بقى تهديدات خاصةً لو أنت e-store لسه بادئ إن أنت مثلًا بتبتدي إن أنت تعمل فكرة مبتكرة وفكرة خاصة بيك، أو اللي أنت بتعمل منتج تعمله مثلًا packaging بطريقة معيّنة، تعمل offer تعمل cross selling تعمل up selling بحاجة كده فيها creativity فبتلاقي على طول إن أنت مثلًا لو زي اللي أنت تروح محل مطعم بتاع فول وطعمية مثلًا فتح في حتة بتلاقي مليون مطعم فول وطعمية فتحوا في نفس المكان، فهو ده نفس اللي بيحصل كمان online إن واحد بيعمل فكرة بتلاقي الفكرة دي copied لمليون واحد غيره، فدي برضه بتعتبر تهديد، يعني أنا ما ابقاش عامل وتعبان على فكرة و وأخدت منّي وقت وeffort وممكن كمان أكون دفعت عليها فلوس والناس تيجي تقلدها بمنتهى السهولة وتوصل وتعدّي وتبقى في المنافسة أعلى منّي، فده برضه بيعتبر تهديد، فهنا لازم حتى تعرف تتعامل مع كل حاجة بطريقة مناسبة. وأنت بقى بتحط الخطة التسويقية بتعمل overview للSWOT analysis مع الteam بتاعك، لازم تسمع منهم ولازم علشان
تبقى الcommunication رايحة وجاية، وتبقى عارف إن كمان يعني حتى لو قدرت إن هو حد من team التسويق يعمل survey مع العُملا، يسمع كمان من العُملا كإنه داخل معاكم في إن أنت تعمل الSWOT analysis، دي حاجة تبقى كويسة جدًا. يبقى اللي أنت عملت كإنك عملت 360 degree SWOT analysis، إن أنت سمعت من كل الأطراف المعنية، من كل المحاور اللي هي قائمة عليها الشركة أو المؤسسة بتاعتك، فدي حاجة تبقى كويسة جدًا. برضه لو جينا لمثال تاني عملي على الSWOT علشان تقدروا تستوعبوا بشكل أكبر، وكمان حتى لو أنت بتعمل MBA أو اللي أنت لسه بتدرس حتى في الكلية وعايز تعرف أكتر بSWOT analysis بcase study على شركة multinational زي Netflix، فأنت عندنا الشركة، لو إحنا جينا قسّمنا المربع بتاعنا اللي هو الS والW والT والO، فهنبتدي ناخد أول حاجة الS اللي هي الstrengths أو نقاط القوة، وهي إن شركة زي نتفليكس بتنتج محتوى حصري ومحتوى ضخم جدًا، عندهم varieties لذوق المستهلك، يعني هتلاقي مثلًا الناس اللي بتحب أفلام الرعب موجودة، الناس اللي بتحب المسلسلات تمام، الناس اللي عايزة حاجات طويلة موجودة، حلقات قصيرة موجودة، فعندها varieties كتير بترضي كل الpreferences أو كل تفضيلات العُملا اللي هم بيحبوها. كمان في algorithm جوّه الNetflix بيجيب لك المشابه، يعني أنت مثلًا اتفرّجت على حاجة فهيجيب لك الحاجات المشابهة لذوقك بعد كده علشان تتفرّج عليها للحاجات الupcoming أو الحاجات الcoming اللي أنت تشوفها. فبتغريك اللي أنت حتى تجدد الاشتراك بعد كده، واللي أنت تextend الmembership بتاعتك، فهُم كده والّا كده هُم كسبانين من المشاهدات، ومن إن هُم يرضوا ذوقك، وحتة الalgorithm كمان أنت نَفْسك بتلاقي سهولة في التصفُّح، مش بتحتاج اللي أنت بقى تروح على مثلًا لو أنت بتحب الcrimes فهو هيجيب لك كل الحاجات الrelative لذوقك، كل الحاجات اللي ممكن حتى تيجي في دماغك، فده في حتة الNetflix في نقاط القوة اللي بتبقى موجودة عندهم. ولو اتنقلنا بقى للpoint التانية اللي هي الweaknesses أو حرف الW، فهتلاقي عندهم إن علشان يبتدوا يرضوا بقى جميع الأذواق، وإن هم يبتدوا يعملوا development وإن هم ينتجوا حتى على مستوى العالم، بتلاقي مثلًا حاجات كورية، حاجات مصرية، حاجات أسبانية، إيطاليا، أمريكا، مش عارفة إيه، فكل ده تكلفة إنتاجه مرتفعة جدًا عليهم، يعني لو أنت في السنة شوف هُم بينتجوا كام فيلم وكام مسلسل، حدث ولا حرج، عدد كبير جدًا، فده برضه على هل هيقدروا يكوبوا لسنين جاية قدّام إن هو ينتج كمية المسلسلات والأفلام دي على مستوى العالم، فدي بتعتبر من نقاط الضعف اللي عندهم. برضه من الحاجات اللي موجودة النقطة اللي بعد كده اللي هي الO أو الopportunities الفُرَص، فعندهم بيعملوا extension يعني إن هم يروحوا لقطاع ألعاب الموبايل اللي هو الgaming يعني، اشتراكات كمان بتكون مدعومة بإعلانات. لو جينا بقى للpoint الأخيرة اللي هي الthreats لحرف الT، المنافسة بقت شرسة جدًا، لإن دخل معاهم اللي هو الDisney Plus، دخل معاهم Amazon Prime، في حاجة كمان اسمها Young Play، وطبعًا في حاجات تانية بس دول أهم يعني منافسين ليهم، فبقت كمان إن في منافسة شرسة في مع شركة Netflix. فأتمنى يعني بالمثال ده يكون الدنيا وضحت معاكم لحتة الSWOT analysis. طبعًا زي ما إحنا قُلنا إن أي حاجة وارد إن هي يكون فيها أخطاء، في التحليل الSWOT اللي إحنا بنعمله في أخطاء شائعة كده وحاجات بتبقى يعني الناس بتقررها أخطاء كتير وهي بتيجي بتعمل تحليل لSWOT، فإحنا نبتدي نقول الأخطاء دي عشان نعرف إزاي نتجنبها. أول حاجة إن أنت زي ما أنا قُلت لك لو ما فيش credibility وما فيش مصداقية، فأنت هتبتدي إن أنت هتexaggerate أو إن أنت هيبقى في نوع من المبالغة لنقاط القوة على حساب نقاط الضعف. لو أنا قاعد مثلًا في اجتماع مجلس إدارة واتطلب SWOT عشان ما يطلعش شكل الشركة وِحِش، فأنا عمّالة أجمّل وأعمل makeup للحاجات الweaknesses وبتاع وأداري، لأ وده مش مطلوب على فكرة، يعني ده مش مطلوب ومش هنطلع منّه بحاجة، ويبقى أنت فعلًا كده إيه، بتعمل ورقة عشان تتستف. هي في الآخر الSWOT analysis دي بتكون ورقة واحدة، يعني هي مش عريضة يعني ولا إن أنت هتعمل بيها مذكرة ولا أي حاجة، هي ورقة واحدة تكتب فيها points يعني، فالpoints دي لو مش صريحة أنت مش هتطلع منها بحاجة. فمن الخطأ الشائع إن أنت تبالغ أو اللي أنت
تخفي عيوب علشان إن أنت تجمّل حاجة وأنت بتعرض، لأ، فأنت المفروض تقول الحاجة بمنتهى المصداقية، بمنتهى يعني الأريحية كمان، لإن دي حتى وأنت بتعرض لازم توضّح للي أنت بتعرض له، يعني أنا أمّا باقول نقاط ضعف عندك دي عشان تشتغل عليها ونبقى أحسن، عشان تنمو بيها، وأكيد في أي حد يعني صاحب شغل مش بيحب يغمّض عينه على الأخطاء، بالعكس بيحب يشوفها علشان يعرف اللي يشتغل عليها ويعرف يبقى أحسن، فلازم يبقى عندك من قوة الشخصية اللي أنت تعرض الحاجة بمنتهى المصداقية. في كمان ناس بتخلط بين الحاجات الinternal والحاجات الexternal أو اللي هي العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، يعني ييجي مثلًا يقول لك إيه، أنا عندي تكلفة الإنتاج مرتفعة، طب أنت تكلفة الإنتاج مرتفعة هي ده عامل داخلي، طب عامل داخلي هل في هدر؟ هل أنت على طول بتشوف مثلًا بتتابع المخزون بتاعك، بتتابع الناس كفاءاتها، بتتابع الحاجات دي كلّها، والّا إن مثلًا تكلفة الإنتاج ده عامل خارجي من ارتفاع سعر الدولار مثلًا يعني، فأنا أبقى عارف بقى لو أنا عرفت إن ده عشان ارتفاع سعر الدولار فدي حاجة على الكل، فأنا بطبيعي لو تكلفة الإنتاج مرتفعة فأنا هاعلّي سعر المنتج عشان دي حاجة متأثّرة بعامل خارجي مش عامل داخلي، لكن لو أنا بارفع سعر الإنتاج عشان أنا باهدّر جوّه ومعدل دوران المخزون عندي مش مضبوط، الناس بتبيع البيع على الهوا، الكلام ده كله لو حاجات داخلية، فأنا أبقى عارف إن في عيب داخلي أنا مش هاحمّلها على المستهلك، وهابتدي أعالج المشاكل الداخلية، فده ما ابقاش أنا باخلط بين حاجة خارجية وحاجة داخلية، وآجي أقول إيه، لأ أصلي أنا كده عملت SWOT analysis وأنا عرفت فين المشكلة، لأ أنا أبقى لازم دقيق وأتحرى الدقة وأنا بافصل بين العامل الداخلي أو العامل الخارجي، لإن ده بيفرق في إن إحنا أضبط النتيجة بتاعتي، يعني زي ما أنا قُلت لك لو حاجة خارجية جاية من سعر دولار، فأنا دي على الكل، فخلاص أنا هاضطر إن أنا هاعلّي سعر السلعة، لكن لو حاجة داخلية أنا هاشتغل عليها لحد ما أضبط تكلفة الإنتاج بتاعي، فهيتضبط معايا سعر المنتج، فدي خلاص أنا هاعرف إن أنا أضبّطها داخليًا ومش هاحمّلها على المستهلك، ده لو أنا عندي شركة وعندها ضمير يعني. في ناس برضه زي ما أنا قُلت لك اللي هي وهي بتحب تعرض، فاللي هي بتاخد حاجات copy paste كده من مثلًا case study لشركة عالمية وتيجي حاطاها عندها عشان تبقى اسمها اللي هي عملت SWOT analysis وخلاص. لأ، لو أنت بتكتب حاجة اكتبها على الشركة بتاعتك، ما تحطش حاجة عامة ما تجيبش من case study تانية، لأ ادرس فعلًا، اقعد مع الإدارات. زي ما أنا قُلت لك أنت ممكن تعمل survey لو أنت عايز تعرف حاجة معينة مثلًا من العميل، رأيه feedback في حاجة معيّنة من المنتج بتاعك أنت شايفها إن هي نقطة ضعف وعايز ت ت يبقى في proof أو يبقى في دليل من عميل حتى استخدم الخدمة أو السلعة بتاعتك، فأنت تعمل كده، ما تبقاش حاطط حاجة عامة مش applicable على المنتج بتاعك. وزي ما أنا قُلت لك إنه مهم جدًا كمان اللي أنت الSWOT analysis ما تتعملش وتتحط على الرف، لأ اللي أنت بتاخدها بقى بعد ما عملت الSWOT analysis تعمل action plan طب إيه مثلًا نقاط الضعف دي أنا هاشتغل إزاي أنا والإدارات التانية إن إحنا نحسّن من نقاط الضعف دي، إزاي التهديدات هنواجهها، إحنا كإدارة شركة كلّها هنواجه التهديدات دي إزاي، ونعملها كaction plan يعني ناخد الحاجات اللي إحنا قعدنا تعبنا عليها وعرفناها وقعدنا نحلّلها مش إن هي محطوطة كده وخلاص، لأ إن هي يطلع منها action plan ونحسّن بيها الأداء الفعلي الموجود في الشركة. أنا بكده أكون خلّصت درس النهارده، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا، ويا ريت لو استفدتوا تعملوا share للحلقة مع حد تاني ممكن يستفيد، وزي ما أنا قُلت لكم هو الSWOT ده مش علم تسويقي فقط ولا اللي أنا أعملها للاستراتيجية أو اللي أنا عايزة أعمل خطة لbusiness لأ، هي حاجة أنت ينفع كمان تطبّقها في حياتك العملية، عايز تعمل بيها تحليل لإدارة، تحليل لموظفين، تحليل لأي حاجة في الحياة أنت بينفع تطبّق عليه SWOT analysis فأنا عايزة إن درس النهارده ما يبقاش اللي أنت أخدته برضه وما استفدتش منه، أنا عايزاك تطبّق النهارده الSWOT تكتب لي في التعليقات مثلًا لو أنت عندك مشروع أو حتى على نَفْسك أو لو أنت عندك قناة حتى على اليوتيوب وتقول لي إيه مثلًا نقطة القوة اللي عندك، لو عايز تعمل تحليل كامل وأنا أراجعه، أنا عندي صفحة على الفيسبوك اسمها التسويق مع هند، ده group أنا عاملاه، لو حابين إن أنتم تتفاعلوا مع بعض، حابين إن أنت كمان تطبّق الحاجة اللي أنا بادرسها وتبتدي ت ت تعمل لها publish على الجروب وأنا أراجعها والناس كمان اللي موجودة في الجروب تقول رأيها، طبعًا هاكون سعيدة جدًا، وما تنسوش تعملوا subscribe للقناة وتفعّلوا زرار الجرس، وأشوفكم في حلقة جديدة من حلقات أساسيات التسويق إن شاء الله المرّة الجاية.